السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست بزنس ونجاح. إحنا كرواد أعمال مرينا بتجارب كتيرة جدا سواء فاشلة أو ناجحة عشان نقدر نحقق نجاح معين في حياتنا، ومن الواجب علينا إن إحنا نقدم خبراتنا وتجاربنا لكل حد هو بيبتدي في الطريق ولكل حد هو ماشي في الطريق. تجارب والخطوات اللي إحنا مشيناها في الطريق هي ديت معظمها بتبقى واحدة على كل الناس، سواء اللي دخل واللي سبقنا واللي ماشي نفس الطريق او اللي لسه هيبتدي يخش الطريق. علشان كده هنستضيف في البرنامج بتاعنا تجارب حقيقية وخبرات واقعية على ارض الواقع، ناس فعلا جربت وخدت خطوات منها الفاشلة ومنها الناجحة. هنتكلم عن الخطوات الفاشلة اكتر من الناجحة علشان اللي لسه داخل في الطريق يبقى عامل حسابه وعارف ايه الخطوات اللي ممكن تفشل عشان ما يقعش فيها، وايه الخطوات اللي ناجحة والتجارب اللي ناجحة علشان يمشي على نفس الخطى والتجارب والخطوات. بودكاست بزنس ونجاح هو مش مجرد بودكاست بيقدم مجموعة فيديوهات، هو هيستضيف فعلا ناس عندها سنين من الخبرات عشان تنقل الخبرات والتجارب ديت لكل رواد الأعمال اللي ماشية في الطريق واللي عايز يخش الطريق. وما لقيناش أفضل ولا أحسن ولا أنسب حلقة في أول حلقة نقدمها أكتر من إن احنا نتكلم ونبتدي البرنامج بتاعنا الحلال والحرام، نذكر نفسنا في الطريق في زمن اختلط فيه الحلال والحرام بشكل كبير جدا، وناس كتير بقت تتعامل في مبدأ التجارة وما يهمهاش هل الفلوس ديت حلال او حرام، هو المهم ان هو بيحصل على فلوس وخلاص. وفي ناس تانية كتير هي يهمها الحلال والحرام لكن بتعمل دوت عن جهل وبدون علم. علشان كده ابتدينا ان احنا نخلي اول حلقة في حلقات البودكاست هي بتتكلم عن الحلال والحرام، وبتتكلم عن رسائل من القرآن ليه القرآن حثنا على التجارة، وبنتكلم عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كمثال نقتدي به ونموذج نقتدي به في التجارة، لان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان تاجر. وهنستشهد بقصص من الصحابة كانوا تجار وكانوا ناجحين جدا في التجارة بتاعتهم. احب ارحب بضيف النهاردة الدكتور محمد الصادق، حاصل على ماجستير الشريعة الإسلامية، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة. رحب بيك دكتورنا، نورنا النهاردة في البودكاست بتاعنا، وانا مبسوط جدا ان اول حلقة هي بوجود حضرتك معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي سعيد جدا بوجودي معك أستاذ محمود، نفتخر بيك جدا ونحبك في الله، يعني أخلاقك أخلاق عالية، فأهلا وسهلا في البرنامج الجميل ده إن شاء الله. الشيخ الدكتور محمد الصادق ولد بمحافظة قنا مدينة قفط قرية الشيخية، واشتهرت هذه القرية بكثرة حفظة القرآن الكريم وكثرة العلماء الذين تخرجوا من هذه القرية. حصل الشيخ الدكتور محمد الصادق على ماجستير في الشريعة الإسلامية جامعة قناة السويس بتقدير امتياز، كما حصل أيضا على دبلومة في الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية بتقدير امتياز، كما حصل أيضا على ليسانس الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جدا، وإجازة الكتب الستة وغيرها في علوم الحديث، وإجازة القرآن الكريم، وفائز بمسابقة الإمام الجامع بوزارة الأوقاف، وفائز بمسابقة الإمام المتميز 2018. كما عمل إمام وخطيب بعدة مساجد في محافظة قنا والبحر الأحمر، وحاليا يعمل إماما وخطيبا لمسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة. أهلا بيك يا شيخنا. كنا بنقول للجمهور دلوقتي إن احنا حبينا أول حلقة نتكلم فيها عن الحلال والحرام، ونذكر نفسنا ونذكر المشاهدين بإيه هي المعاملات الحلال وايه هي التجارة الحلال، واحكام القرآن والقرآن حثنا على التجارة، وايه هي احكام القرآن في التجارة. فاحنا ان شاء الله هنتكلم النهاردة مع بعض عن احكام الشرع والقرآن الكريم في المعاملات التجارية بين الاشخاص وبعضها. فحبينا ان احنا نبتدي اول حاجة بقصة
سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام والتجاره بتاعته. فحضرتك ممكن تحكي لنا وتتكلم معانا شويه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وكان ازاي بيتعامل في التجاره؟ في البداية يعني كان علمونا كده مشايخنا ان احنا لما نبدأ شيء فنبدأ بالدعاء. فدايما كده الواحد زي ما اتعلم أقول اللهم إني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما كان موضوع أو مشروعنا في الحلقة دي عن التجارة، هو سبحان الله الإسلام ده ما سبلناش حاجة خالص إلا واتكلم عليها، ده من رفعة وعزة وشأن الدين بتاعنا يعني. فلما اتكلم حث الإسلام دائما إن احنا لا ما نبقاش عاطلين، ما نقعدش في بيوتنا، لا دايما نبحث عن الرزق. فكان أهم شيء تكلم عنه الإسلام في الرزق كانت التجارة. يعني حتى لما تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه كان يحث على البيع والشراء، يحث على التجارة، كان يكلم التجار. حتى لما نزلت الآية لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني ده بيبحث في الأرض عن التجارة، عن البيع والشراء. أنا لما أتكلم عن التجارة بتكلم عن واقع محيط بالناس كلها. هات لي إنسان في الوجود ده لا يبيع ولا يشتري، احنا مش هنلاقي أي إنسان ربنا خلقه بيبيع ويشتري. لذلك يعني ورد في الأثر قالوا أن التجارة 9 أعشار الرزق، 9 أعشار الرزق في التجارة بس. وقالوا العشر الباقي ده في السائمة، يعني في الغنم اللي بيرعى الغنم، والتنين دول اشتغل فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي في بدايته اشتغل برعي الأغنام، وسيدنا النبي لما كبر شوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكة. مكة دي كان اقتصادها كله قائم على التجارة. يعني احنا في مكة ده ما كانش عندهم أي شيء غير أنهم يبيعوا ويشتروا، خاصة اللي رايحين البيت الحرام. اللي راح البيت الحرام ده فبيقعد فترة من الزمن فيبيع ويشتري. كان معروفين أهل مكة برحلتين اسمهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف والقرآن ذكرهن، الله ذكرت في القرآن لإلاف قريش. فالرحلتين دول كانوا قائمين، رحلة لليمن، رحلة لليمن في الشتاء، وكان اليمن دي كان فيها دفء فكانوا يروحوا يشتروا. وكانت تجارة اليمن غالبا في البخور والقماش، فكانوا يروحوا يشتروا هذه البضاعة من اليمن. أو في الشام في الصيف، لأن الصيف في الشام يعني جو جميل هناك، فكانوا يروحوا يبيعوا ويشتروا. واللي أسس رحلة الشتاء والصيف جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو هاشم ابن عبد مناف. فالنبي هاشمي هو اللي أسس هذه التجارة. لما لقي أهل مكة قاعدين مش معهم أي شيء فافتقروا وجدبوا، يعني مش لاقين ياكلوا ويشربوا، قال فحث على البيع والشراء، فبقت عندهم رحلة الشتاء والصيف. فالنبي تربى في البيت التجارة أصلا. فعمه أبو طالب ده كان تاجر، كان يروح بلاد اليمن والشام، لدرجة أنه هو لما قابل بحير الراهب، القصة المشهورة دي، لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نشأ يعني في السن، قابله فعرف أنه هو حيبقى النبي المنتظر. كان النبي رايح يتاجر مع عمه أبي طالب. كبر النبي صلى الله عليه وسلم شوية، فالنبي الموهبة بتاعت البيع والشراء كبرت عنده. سمعت واحدة يعني بنسميها في الوقت المعاصر بتاعنا يعني بيزنس وومن، ستنا خديجة يعني. فستنا خديجة كانت امرأة سيدة أعمال أصلا في التجارة، وكانت ماهرة، وكانت يعني عندها من الذكاء المعروف، فكانت تاجرة مشهورة. فسمعت إن في شاب اسمه محمد يعني عندي كده خبرة بالتجارة، فبالنسبة لها لقطة. حلو. هنا بقى أنا حابب نركز على النقطة ديت، إن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما اشتغل في التجارة اتشهر عنه إن هو شاطر في التجارة، بيعرف يبيع ويشتري، وأمين في التجارة، وصادق في التجارة، وصادق في عملية البيع، وكان أخلاق حسنة، وسمعته حسنة، وسمعته طيبة. فإذا من هنا جات له فرصة، يبقى هو لما تحلى بالصفات ديت جات له فرصة. وده كان كمان قبل بعثة الرسول وقبل الإسلام. فهو لما كان أصلا لسه قريش على العقيدة بتاعتها وفكرها اللي هو عبادة الأوثان والأصنام، وما كانتش لسه الرسالة جات لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بس هو كان مشهور وسطيهم بالصادق الأمين.
يعني هنا ما كانش لسه في اسلام بيحسوا ان هو يبقى صادق ولا يبقى امين ولا يؤدي الامانات للناس ولا يبقى اخلاقه حسنه. هو ديت كانت صفاته اصلا، كان بيشتري ويبيع وبيكسب بشكل كويس بسبب سمعته الطيبه، فبالتالي لما كان بيروح كان خلاص عمل لنفسه عملاء او زباين بمعنى اصح، عرفوا الراجل دوت صادق وامين وبضاعته كويسه، فبقوا يروحوا يشتروا منه. فابتدى كمان تيجي هنا ستنا خديجه تخليه ان هو يمسك التجاره بتاعته لما عرفت ان في شخص شاطر في التجاره وامين وصادق. يبقى اذا هنا احنا عايزين نتكلم عن صفات اصلا البائع نفسه، علشان احنا في وقت دلوقتي بقى ناس كتير ممكن يقولوا في المنتج شيء وشويات مش موجوده اصلا في المنتج، يقعد يجمل في البضاعه بتاعته هي اصلا مش موجوده فيه. الاخلاق نفسها تيجي تتعامل معاه ممكن يكون بيتعامل بطريقه فذه، بيتعامل بطريقه مش كويسه. فاحنا هنا عايزين نتكلم عن صفات البائع نفسها اللي كان سيدنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام متواجده فيه، تاجر بمعنى اصح. انت عارف يا استاذ محمود قصه الصادق الامين دي اصلا دي اساس التجاره. يعني هي ما عشان ستنا خديجه دي شاطره وعاوزه تجارتها تربح، لا وظفت النبي صلى الله عليه وسلم معاها، بس ما قعدتش كده وخلاص، لا دي ارسلت الخادم بتاعها كان اسمه ميسره في التجاره بتاعته الى الشام، قالت له راقب محمد، فاخذت تراقبه. فلما رجعوا من السفر بتاعهم ده لقوا التجاره بتاعتهم ربحت اكثر واكثر، فاخذت تحدث ميسره وتساله عن محمد، واخذ يحدثه عن صدقه وامانته والبركه التي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم بركه. فهنا اسس يعني الاسلام عندنا مساله الصدق والامانه. مين اللي كان يقولوا عن النبي صادق امين؟ ده هم الكافرين نفسهم او الغير مسلمين بالنبي، كانوا ينكروا عليه رسالته بس ما انكروش صدقه ولا امانته صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لما احنا بنتكلم دايما في الكتب يقول لك انتشار الاسلام، عارف انتشار الاسلام في بلاد افريقيا واسيا ما كانش يروحوا يبعثوا الوعاظ ولا المشايخ ولا العلماء، ما انتشرش الاسلام ولا بالسيف، طبعا انتشر عن طريق التجار. كان طبعا يروحوا يبيعوا ويشتروا في بلاد افريقيا واسيا، فلما كانوا يروحوا يبيعوا فكان يلاقوا اهل البلد اخلاق عاليه، صدق امانه يعني عفه شرف، فتعجبوا، قال فكان ذلك داعي ليهم انهم يدخلوا الاسلام. التاجر ده اصلا ممكن يدخل امه ويدخل دوله من الاسلام عن طريق اخلاقه. مظبوط صح. واحنا كمان في بلد، يعني احنا دلوقتي في بلد سياحيه بيجيها سياح من كل مكان، فهنا ان الشخص اللي بيبقى شغال سواء في بازار او في سياحه او في فندق يتحلى بصفات الصادق الامين والتاجر الامين، علشان دوت يبقى هو مش مجرد بس هو بيقضي عمل، لا يبقى سفير اصلا للدين بتاعه وسط السياح دولت، ولعل وعسى حد منهم يخش الاسلام بسببه. نعم، او يتغير مفهوم الاسلام اللي هو جاي بيه اصلا. مظبوط صح. فده اصلا هو المفروض في كل الاعمال بتاعنا يبقى في دعوه خالصه لله سبحانه وتعالى عن طريق سلوكي. ما هو ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ده كله سلوك مش كلام، ما فيش كلام خالص. مظبوط. فده اللي ابتدى بيه. انا ارجع اقول لك في التجاره اصلا حتى في الاسلام لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة، لما سئل أي الكسب أو أي العمل أفضل، بيسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال النبي كسب الرجل من عمل يده أو البيع المبرور. يعني ده أفضل الكسب. البيع المبرور قالوا الذي لا شائبة فيه ولا كذب فيه ولا خداع فيه ولا غش فيه ولا تدليس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب ده كله، وده واقع احنا عايشين فيه اصلا. انا بدخل عاوز اشتري سلعه فبلاقي السلعه اللي اشتريتها غير السلعه اللي انا طلبتها اصلا، فدي مشكله كبيره. مظبوط. وده انتشر بشكل كبير في التجاره الالكترونيه، ممكن نطلب حاجه اونلاين نلاقي الحاجه دي جت غير اللي احنا عايزينه. كلنا وقعنا فيها المشكله دي اصلا. ده حقيقي. انا اروح اطلب حاجه الاقي مثلا شيء، طبعا انت عشان ترجعها تعال لي تاني انت، طب انا هدفع ثمنها نفس الثمن تاني عشان ارجعها لك، فدي خيانه. ده غش اصلا. هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم ده مره راح كان ماشي في السوق، والنبي كان دايما يعني يراقب الناس ويعلمهم، فماشي في السوق كده فوجد صبرة من طعام، كم طعام كده، فالنبي وضع يده كده بيفتش في الطعام اللي بيتباع، كان بيتباع، قال فوجد بللا في داخل الطعام كده، يعني الشيء الوحش محطوط من تحت، فلما يجي هيبيع اللي من فوق واللي من تحت، فوجد بللا. فالنبي هنا على طول علمنا وعلمه،
قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته ماء السماء يا رسول الله، اللي هو الندى أو المطر. قال: أصابته ماء السماء. قال: هلا وضعته من فوق ليراه الجميع، انت حاطه من تحت ليه؟ من غشنا فليس مني. طبعا مشكلة كبيرة ان النبي يقول ليس مني. احنا اصلا ماشيين عشان خاطر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكون ان البائع ده مش هيبقى مع سيدنا النبي، انت عملت ايه اصلا؟ فده كله مشتهر. الغش ده اساس اصلا من انك انت تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو مرة اللي هو مش عارف ادخل معاك في الصحابة، سيدنا عمر مثلا. طب قبل ما ندخلهم في الصحابة، احنا عايزين نركز هنا على جزئية الغش. اولا في الدعاية وفي التسويق وفي الاعلان بنلاقي ناس كتير بتقعد تجمل في البضاعة بتاعتها وفي الحاجة بتاعتها، ولما بنطلبها بنلاقيها جاية غير المواصفات اللي احنا اتكلمنا فيه، وممكن زي ما حضرتك بتقول بيداري المساوئ بتاعتها، ولما اطلبها الاقي فيها عيوب، الاقي فيها مشاكل، في مماطلة بعد كده بقى علشان ترجع. هنا بقى الفلوس ديت مع انها تجارة وحلال، ببيع منتج حلال، بس هنا طريقة بيعه بقى بتندرج تحت ان الفلوس دخلت في بند الحرام، ان بقى زيه زي اللي بيبيع مثلا مخدرات او اللي بيسرق وهكذا. ايوه طبعا، لانه نتج عن غش، والغش حرام. فانت خدعتني، والخدعة دي حيلة اصلا او تكهن، زي ما كان يقول برضه سيدنا ابو بكر الصديق ان ده تكهن. اصل البيع كان حلال في البداية، انا طلبت منك شيء بيع حلال، لكن تدخله في الموضوع او تلاعب الشيطان به هو اللي حرم الموضوع. زي اللي بيحلف والله. انا شفت فيديو كان من فترة كده انتشر، اللي هو كان بيشتري الطماطم ده، فبيشتري الطماطم طبعا، بيديه للراجل اللي هو صاحب البيع، فينزله ويطلع الكيس اللي هو الطماطم الوحش ده. فانا ما اشتريتش كده، انا اشتريت شيء حرام. انا لما جيت اطلب منك طلبت منك الطماطم الكويسة، مظبوط، بس انت لما بعت لي الطماطم السيئة اللي هي فاسدة. هنا خلاص انت ده في غش بقى في التعامل، ده حرام بقى. النبي راح حذر التجار في المشوار ده لما قال يعني ان التجار فجارة. ده مرة دخل السوق كده فنادى فقال: يا معشر التجار. فراح التجار اللي في السوق كلهم رفعوا رأسهم كده، رفعوا أعناقهم، اللي بينادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار. قال: إن التجار فجارة إلا من بر وصدق، اللي هو الإنسان الصادق والبار، اللي هو الخائف من ربه سبحانه وتعالى، ده اللي هو حينجو يوم القيامة. يبقى هنا اللي بيغش في البضاعة بتاعته او ما بيقولش على مساوئ البضاعة بتاعته، ده تعتبر الفلوس بتاعته حرام، زيه زي اللي اكل الربا، زي اللي سارق طبعا، زي اللي بيبيع مخدرات طبعا. طيب هنا في حاجة بقى يا شيخ، مثلا انا ممكن اكون ببيع البضاعة ديت سعرها قليل، فاعتمد على ان الشخص عارف ان هي سعرها قليل عن السوق، فممكن يكون متوقع ان هي ممكن تكون الجودة بتاعتها قليلة، فيبقى هو بيشتغل على هذا المنطلق. مثلا حد بيبيع ترنجات، الترنج مثلا عامل 150 جنيه، في حين ان اقل ترنج عامل 600-700 جنيه. فطبيعي اللي هيطلب الترنج ابو 150 جنيه وعارف ان في ترنج اصلا هو عامل 600 جنيه، او سعر الترنج كويس 600 جنيه، فمن المحتمل يكون عارف ان المنتج دوت يكون اصلا جودته ضعيفه، فهو يشتغل او يعتمد على هذا المبدأ. مش لازم بقى يقول والله ده المنتج دوت جودته قليلة جدا عشان سعره، فكده ممكن يوقف حاله. فهل هنا برضو يندرج تحت مبدأ الغش ان هو ما ذكرش المساوئ او ان المنتج دوت جودته ضعيفة او الامور ديت كلها، واعتمد على ان العميل يبقى عارف دوت عن السعر؟ هو المسألة في البيع والشراء قائمة على الخيار، وقائمة على الإجابة والقبول. يعني أنا بعتك مثلا الشيء ده، الملابس دي مثلا، بس أنا قلت لك دي ب150، أنت قلت لي خلاص أنا خدتها، هنا ده البيع ما فيهوش أي مشكلة. إنما لو سألتك هل في عيب أنت بيعه رخيص ليه؟ لا ده والله ده ممتاز، فحلف لي والله، هنا خدعني بقى، هنا في الحرمة. انما انا في الاول لا، انا لا سالته ولا هو قال لي، انا خلاص انا ليا رؤيه فانا وافقت على السعر ده. خاصه زي ما حضرتك بتقول ان هو انا عارف ان في انواع غاليه، والغالي ده اللي هي الماركات العاليه، وده الرديء، فانا عارف ظروفي، فهنا ما اقدرش اقول حرام لا. تمام. فده طيب هنا في حاجه تانية كنت حضرتك ذكرتها لي واحنا بنتكلم قبل البودكاست، قلت لي ان انت طلبت فراخ من براند معين، ولقيته جايب في وسط الفراخ ديت اجنحه وحاجات هي اصلا لا تمس صله بالعرض اللي هو بيقوله. طيب ما هنا برضو نفس المنطلق، هو قال لي على منتج
وليه سعر، انا ما سالتوش وهو ما قاليش ان من ضمن الفراخ ديت فيها اجنحه مش دبابيس، وانا ما سالتوش هل هي كلها دبابيس ولا لا. طب هنا بقى الموقف زي دوت، لان في كتير من المواقف ديت بتحصل. حضرتك تفضلت وقلت انا ما سالتش وهو ما قالش، فهل هنا برضو بيندرج تحت الغش؟ هو انت كده هتخلي الناس تعرف ان انا باكل فراخ، دي هتبقى مشكله كبيره اللي بيشوفنا يعني. بس هو لا، انا لما طلبت شيء معين كده، لا هو هنا طالما ما فيش سؤال وما فيش اجابه خلاص كده ما اقدرش اقول حرام، لا. انما هو القصه فيها ان انا اختار شيء معين، زي مثلا اختار ماركه معينه، اخترت نظاره معينه فانا اخترتها للاسم بتاعها، فجاب لي اسم مزيف، يعني اسم تقليد اصلا. هنا انت خدعتني، انت عارف ان انا طالب الاسم ده، انا طالب الشيء ده عشان خاطر اسمه، وده اللي بتحصل، دي المشكله ده الخداع وده الغش. هنا في حرمه انا هتقع على التاجر. في ناس وليكن احنا في البيت عندنا زوجتي ممكن تطلب فراخ ويجي لها الفراخ تلاقي مثلا معظم الفراخ ديت مليانه ميه. ايوه. طب هو هنا يقول لك ما انا بغسلها، لكن انت بتغسلها وبتحط ميه كتير علشان تعمل مع الوزن. طيب هنا ايه المنطلق دوت او الموقف دوت برضو يندرج تحت الغش؟ طبعا ده اساس الغش بقى، وخاصه وضع الماء، زي ما انا حضرتك ذكرت القصه بتاعت سيدنا النبي اللي هو وضع ماء على الطعام، وزي قصه سيدنا عمر بتاعت اللبن في الماء دي. أيوة. نفس القصه، انت بتبيع لي لبن، انا طلبت منك لبن، انت حطيت لي ميه في اللبن، مع ان وضع اللبن في الماء مش حرام. أيوة. لكن انك انت تبيع لي لبن في ماء ده الحرام. انا طلبت منك لبن وخلطته لي، هبص كده انا الشكل من بره ده لبن. ما هو سيدنا عمر لما ده هو في فتره سيدنا عمر، معلش هرجع، نادى في الاسواق الا تخلطوا اللبن بالماء بس، وشدد على الموضوع ده لانه الفتره دي انتشرت، بيجي في غش، فتدخل ولي الامر اللي هو سيدنا عمر ابن الخطاب، قال حتى مر على الخيمه، القصه المشهوره دي، فسمع المراه تأمر بنتها ان هي تقول هل وضعت الماء على اللبن؟ قالت ألم تعرفي يا أماه أن عمر بن الخطاب قد نهى عن وضع الماء في اللبن؟ قالت إن عمر لا يرانا. قالت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فبكى سيدنا عمر بن الخطاب، رجع للبيت فجمع أولاده، قال لما جمع أولاده قال إن لكم فتاة عندي أريد أن أزوجكم إياها، في بنت كده عاوز أزوجكم إياها. فقام سيدنا عبد الله قال أنا متزوج، وقام الثاني قال أنا متزوج. سيدنا عمر قال لو كان لي حاجة في النساء لتزوجت هذه البنت. فقام سيدنا عاصم ابن سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا غير متزوج يا أبي. قال فجاب هذه البنت، يعني أتى بها فزوجه، ده عشان بس ضميرها تزوجت بنت أمير المؤمنين. وهي هنا لا كانت تعرف ولا كانت شايفة ولا كانت أي حاجة، ولا عارفة إيه اللي بيحصل من وراء الكواليس. هي الفكرة بس إن أنا نفسي يبقى من جواي عندي مبدأ وضمير إن أنا أمشي بما يرضي الله، وإن أنا أبقى عارف إن ربنا هو الرقيب عليا. ساعتها هنا بقى بيتفتح لي فرص كتير جدا، مش شرط إن أنا أقعد أتصنع علشان أجذب الفرصة. هو إيه الثمرة بتاعت الموضوع ده أصلا؟ أيوة. إن البنت دي أنجبت سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ما شاء الله. فشوف أنت البركة كلها بركة الصدق في البيع والشراء في التجارة. ما شاء الله. يعني ابنها وزوجها كان ابن أمير المؤمنين، وابنها بعد كده بقى أمير خامس الخلفاء الراشدين اللي احنا بنحكي عنه. ما هو زي ما قال سيدنا النبي، يعني حذر من التجار فجارا. في الناحية الثانية قال التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والصالحين. بس انت اصدق في تجارتك، خليك صادق شوية. ده احنا عندنا مشكلة اسمها الحلف بالله في البيع والشراء. أيوة. ادخل بس السوق ولا ادخل والله العظيم، غير الطلقات اللي احنا بنسمعها دي يعني، ودي مشكلة كبيرة. دلوقتي يا شيخنا محتاج حضرتك تكلمنا عن صفات التاجر اللي المفروض يتحلى بيها، واللي القرآن قال لنا عليها ان المفروض التاجر او البائع تكون موجودة في الصفات دي، واللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان متحلي بالصفات ديت. فناخده قدوة بالنسبة لنا، نشوف ايه هي الصفات اللي كانت فيه ونبتدي ان احنا نتحلى بيها. لو بصينا هنلاقي مثلا في صفات ذكرها لنا القرآن والسنة، يعني أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، أن يكون سمحا، أن يكون تقيا. هنلاقي مثلا في الصدق، أنا بقول لحضرتك لا يعني هيكون صادق مع نفسه. واحنا شفنا يعني أمثلة كثيرة. أنا بروح للتاجر ده أنا عاوز أشتري السلعة دي، يقول لك لا ما تشتريهاش،
يعني السلعة دي فيها عيب كذا معلش، فده صادق مع نفسه. فانت دي الامانه اللي هو بيسالوا عنها ربنا سبحانه وتعالى، ده الصادق. انا بقول لك حضرتك في حد اسمه محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ده من ائمه السلف الصالح، يعني ليه قصص في الزهد والورع. كان تاجر زي تاجر قماش، مخلي واحد زي احنا بنقول صلايعي بيسموه الغلام في الكتب بتاعه، فبخلي الغلام ده هو اللي يبيع ويشتري. فراح في المحل بتاعه ففي قماش ب5 دراهم وقماش ب10 دراهم. قال فترك المحل لقضاء حاجة، فواحد دخل يشتري من المحل بتاع ابن المنكدر، بيسأل الغلام بتاعه بكم؟ قال هذه ب10 دراهم. قال فاشتراها منه، فباع الذي ب5 ب10، يعني اللي ب5 دراهم باع ب10. طبعا فرح. أيوه. فلما رجع سيده اللي هو محمد بن المنكدر قال له يا سيدي بعتك الذي ب5 ب10. قال اتق الله، أغششت الرجل، أخدعت الرجل. هنا في خداع، لأنه هو حدد ده قماش ب5 وده قماش ب10. فترك السوق محمد بن المنكدر وأخذ يجري في السوق يبحث عن المشتري. قال من اشترى من ابن المنكدر؟ من اشترى ثوبا من ابن المنكدر؟ من اشترى ثوبا ب10؟ قال حتى أوقف الرجل، يعني الرجل رجع كده أنا الذي اشتريت ثوبا ب10. قال إن الغلام قد أخطأ، برضو عندهم كده حتى أسلوب حسن، ما قالوش إن الغلام كذب. قال إن الغلام قد أخطأ وباعك الذي ب5 ب10. الرجل قال له أنا قبلت، خلاص أنا قبلت. قال ولكني لا أقبل، يعني صاحب المحل مش فرصة ولقطة بالنسبة له. فعلا هنا في العصر اللي احنا فيه اللي من رحم ربي ده بقى كتير جدا. هو بقى يقول لك رقم على حسب الشكل اللي قدامه، لابس بدله وعربيه حلوه فيقول لك رقم، لابس قميص وبنطلون على قد حالك فيقول لك رقم. دي جزئيه تانية عايزين نتكلم عليها بعد ما تقول لنا الصفات. واللي هو بيبيع بكذا ذمه على حسب الشكل اللي قدامه. بس عايزين نكمل الاول الصفات علشان ما نتوش عنها. احنا قلنا دلوقتي اول حاجه الصادق. نعم، ان يكون صادق، والتاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، وان يكون امينا. ما دي برضو من الامانه، ان يكون امينا. انا يقول لي على العيوب اللي فيها، مش يداري العيوب اللي فيها. احنا عندنا مشكله ان احنا بنداري العيوب دي، العيوب اللي فيها. انا اكون قارئ كده على النت مثلا او حاجه زي كده ان التليفون ده مثلا فيه عيوب كذا وكذا، واروح له اقول له انا عارف العيوب، ينفي لي هو العيوب اصلا. يقول لي لا ما فيهاش عيوب خالص، ما تصدقش كلام النت. على ما اشتريتها الاقي نفس العيوب. هنا ما فيش امانه اصلا. مظبوط. يعني دي مشكلتنا، ان هو عدم الامانه. الشيء الثالث اللي هو ذكروه ان يكون سمحا. يعني انا بدخل عند واحد عشان اشتري، يعني عشان يفكها شويه كده ويضحك، ما فيش مشكله يا عم. طب انا انت اللي محتاج لي اصلا في الاصل، فاضحك لي، بس انا برضو محتاج له، مش لاقي الحاجه دي. فهو النبي علمنا رحم الله رجلا سمحا. السمحه قالوا السماح بدايتها بالابتسامه، بالكلمه الطيبه، مش انا داخل انت بتشد معاي في الكلام وتنهرني وعجبك ما عجبكش ما تشتريهاش. دي مشكله. لا، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. ما هو برضو زي ما بيطالب من البائع، الإسلام بيطالب من المشتري إنه هو يبقى مؤدب، يبقى محترم، يبقى سمح مبتسم. فسمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فدي السماحة. الحاجة الرابعة اللي هو التقوى. التقوى من الشروط الأساسية المفروض اللي هي تكون عند التاجر، ودي حضرتك اللي ذكرتها كان السبب في نشر الإسلام في البلاد بتقواهم. يعني أنا خلاص حضرت البيعة، أنا صادق معهم، أمين معهم، سمح معهم، ما كذبتش عليهم. ده كله التقوى اللي بعثت في التاجر الحاجات دي. أنا مثلا جاء وقت الصلاة ده مقدس عندي، فخلاص أنا أسيب بيع وشرائي، كل مقام قال ده وقت الصلاة. فده كله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فده التقوى هي الباعثة في قلوبهم لهذه الخيرات التي هم فيها. يبقى احنا دلوقتي هنقول الصدق، نعم، الأمانة، التقوى، البشاشة، ان انا اكون بشوش واضحك في وش الشخص اللي قدامي واتعامل معاه معامله طيبه ومعامله حسنه. ديت الصفات اللي المفروض القران حسنا ان احنا في اي تجاره لازم نتحلى بالصفات دي. علشان الفلوس بتاعتنا كمان تبقى فلوس حلال. مصنع لوج للعبوات البلاستيكيه فخر الصناعه المصريه. بسواعد وعمالة مصرية بدأت رحلة مصنعنا سنة 2010 لتصنيع العبوات البلاستيكية مختلفة الأشكال والأحجام. حققنا نجاحات كبيرة ومتتالية وطورنا خطوط إنتاجنا، ولدينا الآن في مصنع لوج للعبوات البلاستيكية 7 خطوط إنتاج تقوم بإنتاج عبوات المياه المعدنية والعصائر، وعبوات مستحضرات التجميل والمنظفات، وعبوات الأدوية، وعبوات الزيت والخل، وأيضا البخاخات بمختلف أشكالها وألوانها.
ومتوفر لدينا أيضا تصنيع عبوات مخصصة تلبي طلبات عملائنا الكرام. ولجودة منتجاتنا وثقة عملائنا الكرام استطعنا بفضل الله تصدير منتجاتنا لأكثر من 20 دولة، منهم تركيا والسعودية والأردن. في مصنع لوجن للعبوات البلاستيكية بنقدم لعملائنا جودة وتعدد في المنتجات وسرعة في تسليم أي كميات. طيب احنا دلوقتي عرفنا هي الصفات اللي المفروض اي تاجر او اي شخص واقف في السوق لازم يتحلى بيها ويتحرى الدقة في البيع بتاعه عشان الفلوس بتاعته تبقى حلال، ما يجيش في يوم القيامة يلاقي ان كل قرش هو كان بياخده كان حرام. طيب دلوقتي يا شيخنا احنا عايزين نعرف هل التاجر بيحط هنا نسبة الربح بتاعته على حسب ما هو شايف المنتج والبضاعة في السوق، ولا الاسلام حط لنا شروط واطار معين ما نقدرش ان احنا نطلع عنه؟ يعني الاسلام قال لنا مثلا ان تجارتك او ربحك ما يكترش عن كده وما يقلش مثلا عن كده. هل في حاجة في الدين الاسلامي بتحسنا على كده او حاطين شروط معينة في عملية الربح، ولا ديت بتبقى كشطارة مننا بمعنى اصح؟ لا، هي كشطارة. هو كتحديد الربح في الإسلام مفيش تحديد ربح في الإسلام. هو الدين أو الإسلام راعى ان هو بلاش الاحتكار، بلاش انك انت تجهد الناس او تتعب الناس، لكن كحد او سقف معين لا، ده من باب الامانه. ان هو التجاره عندنا زي ما قلت لحضرتك ايجاب وقبول. انا بعتك التليفون ده ب1000 انت قبلته خلاص كده، حتى لو انا التليفون دوت كان واقف عليا مثلا ب200 جنيه انت قبلته. تمام، ايجاب وقبول. زي الواحد اللي بيتزوج، ما انا عرفت ان هي كده خلاص انا قبلتها، فده ايجاب وقبول. وبعدين حد وضع ربح معين لا، ما فيش وضع ربح معين لا. يعني مثلا انا ممكن اجيب بضاعه واكسب فيها 100% او 200% عادي؟ ايوه طبعا. وحصل كده، حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابي تقريبا اسمه صخر. صخر ده كان شاطر كده في ماهر في التجاره والبيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح اعطى له درهم تقريبا كده، درهم، قال له اشتري لنا شاة، هات لنا شاة خروف كده او بدينار يعني. فراح الصحابي ده كان تاجرا فاشترى بالدرهم شاتين مكان الشاة الواحدة، شاتين. بعد ما اشترى باع شاة بدرهم، فرجع إلى رسول الله بشاة ودرهم. النبي مديله درهم واحد، فالنبي دعا له حتى بالبركة. مرة سيدنا الزبير بن العوام اشترى أرض كده ب70,000، باعها ابنه سيدنا عبد الله بن الزبير، باعها ب1600 ما شاء الله، اللي هو كان مشتريها ب70,000 أصلا أو حاجة و70,000. فشفت يعني أكتر من 9 أضعاف. فوضع سقف معين لا، ما فيش وضع المهم ان هو انا متقي الله وربنا بارك لي في البيع والشراء، وما غليتش يعني ما استغليتش حاجه الناس لا. وبعدين هنا خاصه ان احنا بيضع العلماء شروط ان هو قد يختلف المكان لمكان. يعني مثلا المكان هنا مثلا اغلى من مكان في منطقه ثانيه، فمحله فيه عماله، فهو بيضع هذه الشروط بس بعيدا من الاحتكار. طيب هنا في حاجه ثانيه برضو، احنا كده عرفنا ان مفيش سقف، وديت على حسب شطارة كل شخص والمكان اللي انا فيه. طيب نقول ايه مثلا في شخص بيبيع بكذا ذمه؟ يعني انا لقيتك لابس بدله فانا هبيع لك الحاجه ديت ب1000، حد تاني لقيته على قد حاله هبيعها له ب200، هو نفس المنتج بس انا بعتها على حسب شكل الشخص اللي قدام مني. هل هنا برضو بتقع تحت مبدأ الشطارة ولا في حرمانية في الجزئية ديت؟ لا، هو كحرمانية صريحة لا، لكن في استغلال هنا. هو هنا الباب ادخل من باب الاستغلال، مع انه هو مسكين. انا في الواقع هو ما يعرفش ان البدله دي اصلا الشغل جايبها له، او الشغل او ده بيها العربيه اللي راكبها دي بالتقسيط وعليها مشكله كبيره. فهو لكن استغل المنظر او استغل الشكل نفسه ده. فالاستغلال نفسه لا، ده مشكله كبيره يحاسب عليها يعني. وبعدين زي ما احنا بنقول بيع الذمم، وهو شايف اختلاف الذمم دي مشكله، بس برضه القاعدة كلها إيجاب وقبول. ما هو اللي راح يشتري ده المفروض يكون فاهم وسائل، عارف إن هنا بكذا وإن هنا بكذا، وقبل في الآخر يعني. فهو القصة كلها في النوايا. يعني هي ممكن ما تبقاش حرام، لكن ممكن تكون فيها شبهة على حسب نيته. بالضبط، نيته، أنا نيتي هل الاستغلال ولا لا. فدي المعاملة معاملة قلبية أكثر منها صريحة يعني. طيب ممكن حضرتك تذكر لنا، لأن ناس كتير تتكلم إن الفقراء في الجنة، وإن بتحسهم إن هو لازم يبقى فقير، وإن أنت لازم تبقى متعايش مع الفقر، وإن اللي بيسعى ورا المال دوت يا إما حرامي يا إما مرتشي يا إما الأموال ديت هيتحاسب عليها كلها، فانت خليك افضل فقير. ويقعدوا هنا ناس كتير تقعد تحقن الفقراء مسكنات بمعنى اصح. طيب هل هنا
الصحابة كلهم كانوا فقراء، ولا في قصص من الصحابة كانت فعلا تجار وكانوا ناجحين، سواء ناجحين في حياتهم الشخصية او ناجحين في التجارة وكانوا اغنياء؟ وهل من الافضل انا كتاجر اشتغل اللي هو يقضيني اكل وشرب بس كده لحد ما القى وجه كريم، ولا اسعى ان انا ابقى راجل غني؟ لان الغنى دوت ممكن في وقت من الاوقات انا اقدر افيد بيه ناس كتير واتصدق منه واعمل منه خير. ايه الافضل؟ وهل هنا قصة من قصص الصحابة ممكن تفيدنا في حاجة زي كده؟ ومين هو الصحابي اللي كان تاجر وفي صفات التاجر الصدوق والامين وفي نفس الوقت كان غني وكان شاطر في التجارة لحد ما بقى غني فعلا؟ ده مش صحابي واحد، دول صحابة كتير. يعني زي ما بقول لحضرتك أهل مكة أصلا كانوا تجار، فتبص كده لغناهم، لا دول كانوا من تجارتهم أغنياء جدا، سواء المسلمين أو غير المسلمين. في غير المسلمين في البداية كان منهم أبو سفيان بن حرب، ده كان تاجر كبير، من ضمنهم أبو جهل كان تاجر كبير. هتدخل في المسلمين نلاقي مثلا سيدنا عثمان بن عفان، تلاقي سيدنا أبو بكر الصديق كان غني وكان تاجر، هنلاقي سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الإسلام عمره ما دعا إلى التواكل أو دعا إلى الفقر. إذا كان هو سيدنا علي كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، إنما إحنا بنتكلم عن أقدار، قدر إن هو اشتغل بس ما فيش فلوس، لكن هو ربنا أمره إن هو يسعى. زي ما قلنا 9 أعشار الرزق في التجارة، ده هم كانوا يبصوا ينظروا للتجارة دي على أساس إن هي يعني مبتغى، وكانوا تجار وكانوا ماهرين وكانت لهم حياة، يعني حياة جميلة في طلب في السعي للرزق والوصول للغنى. يعني اصلا الاسلام والدين حسنا على الطموح والسعي والعمل والغنى، يعني مش اللي هو بقى لازم نبقى فقراء علشان نبقى قريبين من ربنا، لا هو حسنا على الطموح وعلى السعي وعلى العمل. كلمة الطموح دي جميلة جدا، والإسلام فعلا حسن على الطموح، والصحابة كانوا يعملوا على هذا الطموح. يعني هم الفقراء اللي دايما بتتكلم عليهم الكتب قلة معينة كان اسمهم أهل الصفة، إنما الباقي لا، ده النبي كان يحثهم. ده مرة واحد دخل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقيه شاب، قال له لا اذهب فاحتطب وبيع ما احتطبت، روح كده يجيب حطب كسره كده بالقدوم وأول ما تجيبه بيعه. فباعه الرجل بعد ما كان يسأل الناس، صار من أغنى الناس. فده كله بالتحريك للتجارة. كان منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ده كان آية، المفروض الشباب أصلا يأخذوها مثل، آية في السعي على تكبير تجارته، بل بداية تجارته وتكبير تجارته والغنى. كان من أغنى الناس سيدنا عبد الرحمن بن عوف. تخيل أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده كان تاجر في مكة، فلما أسلم ضيقوا على المسلمين في مكة، فقالوا إذا أردت الهجرة للنبي فدع مالك، فترك ماله وترك دياره وراح للمدينة المنورة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل للمدينة سيدنا عبد الرحمن دخل فقير، لا معه ولا له. يعني هو كان غني اصلا ومعاه تجاره وفلوس عشان الدين، بس علشان دينه بالهجرة ساب كل امواله ورجع فقير من اول وجديد. بالظبط. هل قاعد بعد ما دخل المدينة ندم واشتغل يفتكر ذكرياته وأنا كان معايا؟ لا، خلاص اللي فات مات زي ما احنا بنقول. بدأ بداية جديدة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. النبي كان لما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، والأنصار يعني كان عندهم قمة في الاستضافة والكرم. فآخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين صحابي اسمه سعد بن الربيع من الأنصار، وكان ده من أكثر أهل المدينة مالا. فسيدنا طبعا سعد ده من كرمه قال أخوه في الله عبد الرحمن بن عوف، قال إنك تعلم أن لي مالا كثيرا وأن لي زوجتين. كان لسه الحجاب ما نزلتش آية الحجاب. قال فأطلق زوجة فتأخذها لك، هو جاي من غير زوجة وأولاد، وهذا مالي أقتسمه أنا وأنت. فرصة كبيرة. تخيل واحد جيب لك فلوسه وجيب لك واحدة تتزوجها. بس هم من كانوا عفة الصحابة رفض، قال له بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق، أنا عارف طريقي. هو عارف عارف هو هيعمل إيه مهما يقع، عارف هو طريقه فين بالضبط. وده اللي حصل، دلني على السوق. أخذ يحدثه عن السوق والكبار بتاع المسكين السوق وإيه البيع اللي يكسب ويربح، ففهم منه فدله على السوق. اللي جاي عبد الرحمن بن عوف اللي هو جاي كده بثوب واحد وجاي معهوش فلوس ولا معه زوجة، قال فغاب ما يقارب شهرا أو أكثر كده، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورائحته تفوح. كان سيدنا عبد الرحمن ده زي ما بنقول جنتلمان كده، فدخل ورائحته تفوح. فالنبي أول ما شافه وكده مهندم ومسرح شعره، النبي قال له مهيم،
كلمة مهيم دي يعني ايه اللي حصل لك يا عبد الرحمن؟ مهيم ايش يا عم. فقال له مهيم، قال يا رسول الله تزوجت، ايوه ما شاء يعني الله. تاجرت وتزوجت. فقال يعني ما كان صداقك؟ قال شيء من ذهب. قال أولم ولو بشاه، سنة الوليمة دي يعني. فسيدنا عبد الرحمن شوف رجع للسوق، فبيتكلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف عن تجارته، فبيقول وكنت أرى الحجر أو الصخرة، قال ولو رفعتها فشئت أن تكون ذهبا أو فضة لفعلت. يعني أنا من الشطارة بتاعت سيدنا عبد الرحمن بن عوف. اللي جاء عبد الرحمن بن عوف اللي هو جاي معهوش حاجة، لما حسبوا تجارته يعني الميراث اللي سابوه، قالوا آلاف حسبوا مليارات الدولارات مثلا معاه. لا ده هو كان متزوج 4 ما شاء الله. فكان نصيب الواحدة فيهم ما يزيد عن 50,000. تخيل إذا كان نصيب الزوجة اللي هي التمن كده وهم من 4، فما بالك بنصيب الأولاد. بقول لك واحد كده حسبها كده، أنا مش فاكر الرقم، فحسبها حساب سيدنا، لأن سيدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر الثروة بالضبط اللي تركها عبد الرحمن بن عوف. قاسوها كده بالدولار الأمريكي حاليا، شفت أنا 850 مليون دولار. ما شاء الله. يعني دي التركة اللي هو في العصر بتاعه ده بقى الطموح اللي هو وصل ليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. بس كان حاطط شوية شروط كده في التجارة بتاعته. فكان يقول لا أبيع، لما كان يتكلم كده يعلم الناس البيع، كان يقول لا أبيع بالدين ولا أغش فيه. يعني كان لا يبيع بالدين، ما يبيعش، ما يدينش يعني خد وبالك، لا انت معاك فلوسك كيشني. بالظبط. ولا بحتكر ولا بغش في البيع بتاعي. ده كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف. يعني ديت من اكتر القصص اصلا المحفزة. ده نموذج من الاشخاص اللي كان غني جدا وبعد كده وقع ورجع فقير، ما استسلمش لدوت ورجع ابتدى من نقطة الصفر من جديد وبقى شخص غني تاني مرة اخرى. فده دليل على ان الخبرة هي ديت اللي بتجيب الفلوس، مش الفلوس هي اللي بتعمل الشخص. ده حاجة. تاني حاجة اللي استشفته برضو من الموضوع ان هو شخص ناجح وشاطر وعمل ثروة كبيرة، زائد ان هي اخلاقه حسنة، زائد ان هو بيبيع ويشتري بما يرضي الله، زائد ان هو لا بيغش. فهنا شخص هو عارف ان رزقه بيد ربنا، ان انا مهما اقول لك لو هقعد اجمل لك في الحاجة ديت علشان ابيعها لك، في الاخر انا هقع وهبقى معروف ان انا شخص كذاب ومش هتكرر مني البيع تاني. لكن لما ابيعها لك واعرفك ان الحاجة ديت فعلا فيها 1 2 3 وانت قبلتها على هذا الاساس، فمن هنا كده الرزق بقى حلال والرزق جالي، وفي نفس الوقت انا اتعرفت ان انا شخص صادق وامين، فالشخص دوت هيجي لي تاني وهيجيب لي غيره وغيره وغيره. مجمل الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه من بداية الحلقة، لو بصينا هنلاقي ان الشخص لو التزم بالاخلاق الدينية اللي الدين والرسول قال لنا عليها، الصدق والامانة والبشاشة والتقوى، هنا انا هكون تاجر شاطر وناجح، والفلوس بتاعتي هتبقى حلال، وربنا هيبارك لي في التجاره بتاعتي وتبقى واوصل من هنا ان انا ابقى غني كمان. نعم. البركه ده شيء جميل جدا في التجاره. مظبوط. يعني ودايما بينسوه، يعني البركه في التجاره. يعني احنا في شيء اللي هو الحلف. انا دايما بتكلم عن الحلف، دي مشكله كبيره عند البائع والشاري. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بيعكم يعني يشوبه الحلف واللغو، يعني بتكذبوا أو مثلا وتحلفوا بالله، فشوبوه بالصدقة. يعني حطوا كده في الصدقة عشان ربنا يبارك لكم في البيع والشراء ويزود التجارة. الحلف ده مشكلة كبيرة بنقابلها في السوق بتاعنا والله العظيم. يعني يجي تبيع له مثلا الشيء ده هو كاذب وانت عارف انه هو كاذب وبنشتريه. طب انت ده رزق اصلا، انت ليه تبيع سلعتك بالكذب او بالحلف؟ يعني ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، هو مصر والله العظيم دي بكذا. بل الاكبر منها دي ان يحلف بالطلاق. يعني طلاق، ايه دخل زوجتك في الموضوع؟ انت اصلا بتبيع وتشتري. طيب هنا في جزئية مهمة جدا، لان فعلا زي ما حضرتك قلت ان في تجار كتير لازم بيحلف ايمان ولازم بيحلف بالطلاق. طيب هنا بقى لو في مثلا هو حلف بالطلاق على حاجة معينة والحاجة ديت ما طلعتش فعلا في المنتج، مثلا ان قال لي ان المنتج دوت عليا كذا انا ضامنه لك وجودة عالية وي وي وي، انا راجل خدت منك المنتج وسافرت لقيته عكس اللي انت قلت لي فيه تمام،
انا ما رجعتلكش، بس اللي انت حلفت عليه هنا نعم. ده مش صح. هل هنا بقى يحصل فعلا يقع الطلاق فعليا؟ على حسب، ممكن يقع يعني على حسب الصيغة والنية ممكن يقع. وحتى لو ما وقعش، احنا عندنا قاعدة بتقول يمين الطلاق يمين الفساق. الفساق هم من اللي دايما على لسانهم الحالف بالطلاق. بس انا بشتري وبيع، انت بتبيع، ايه دخل زوجتك في الموضوع؟ ليه تدخل حياتك الأسرية وتدخل أولادك وتخلي فيه حرمة يعني أو شبهة في زواجك وفي أسرتك؟ ايه دخلك؟ ما انت ربنا قدر لك الرزق، شئت أما بيت حتبيع أو حتشتري وحتكسب، فليه دخل زوجتي أو دخل ربنا؟ ليه؟ والله العظيم وأنا عارف إنك أنت كاذب وأنت عارف إنك أنت كاذب. ده يمين غموس. الغموس اللي هو يدخل صاحبه النار. اليمين الغموس اللي هو من حلف على شيء يعلم أنه هو كاذب، يعني والله العظيم هي بكذا. فلذلك النبي حذر منه، يعني قال إن بيعكم وشراءكم يشوبه الحلف فشوبوه بالصدقة. دائما يطلع صدقة لله عشان ربنا يبارك لك فيه. ده كان يعمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف برضه. حضرتك تقول لنا رسائل من القرآن أو آيات من القرآن ذكرها وحسنا على التجارة وحسنا على البيع الحلال والحرام، وآيات بتمنعنا أو نواهي ربنا قالها لنا صريحة كده في آياته القرآنية إن ما تعملش الحاجات ديت في التجارة علشان كده هتبقى حرام. نعم، احنا عندنا الآية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وسع الموضوع وأحل الله البيع، فالبيع ده حلال مفهوش، فربنا ادانا حلال واسع، فليه نضيقه؟ هنجي نلاقي مثلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، بيبحثوا عن التجارة ويبحثوا عن الكسب الطيب. بس هو حذرنا في الناحية الثانية ويل للمطففين. تعالى للمطففين دول، حذرنا ان احنا اللي بيبيع ويشتري ده او اللي بيبيع ده ان هو يتلاعب في الميزان. ده ربنا أرسل رسول اسمه سيدنا شعيب، أرسلوا إلى قوم كانوا يتلاعبون في الميزان. أرسلوا، كانت أهم شيء في رسالته أنهم يقولوا يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ما بتظلموش الناس في بيعهم وشرائهم. تخيل كده رسالة، أهم شيء في رسالة الرسول اللي أرسله ربنا عدم اللعب في الميزان. أوفوا الكيل والميزان أو أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لما تاجي تشتري ما تمضلش فيها، ما تقولوش دي فيها كذا وفيها كذا عشان خاطر أنا أبقى تاجر كويس واشتريتها وبخست الناس حقه. فدي كلها تكلم عنها القرآن الكريم. هنا أصلا القرآن بيخاطب اللي بايع نفسه ما يلعبش في الميزان، وبيخاطب اللي شاري ان هو ما يبخس الناس اشياءهم يعني. نعم. لان احنا بنلاقي دلوقتي فصال، انا بقول لك الحاجه دي ب1000، لا الحاجه دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، عشان ياخد الحاجه ديت مثلا ب200 ب300. او افرح اقول ده انا اشتريتها بكذا والله من الراجل ده. بالظبط. وممكن هنا يعني حتى الشخص المقابل يوافق اضطرارا لهدف ان هو مثلا عايز يبيع الحاجه ديت، اضطرارا ان هو مضطر. نعم. يعني هو مش مجرد ان هو تراضى، لا هو ممكن يبيعها بس علشان اضطرارا ان الفلوس اللي هو هياخدها للحاجه دي. فهنا برضو بتقع على الشاري نفسه حرمانيه ان هو ما يبخس الناس اشيائها، وان المقابل ممكن يضطر يبيع له الحاجه ديت بالسعر دوت عشان بس هو مضطر مش عشان هو تراضى. فهنا برضه ممكن تقع حرمانية على المشتري نفسه. طبعا، وفيها شيء من عدم الرضا. يعني ده من عدم الرضا.